صراحة حبينا نعقد هالاجتماع وإنه يكون هالاجتماع خاص بالمرأة، واستهدفنا بالأخص إنه جبل كزوان بلدة الغرة بالذات، لأنه لاحظنا يعني من خلال زياراتنا، من خلال المشاريع اللي انعملت ضمن جبل كزوان، يعني في نواقص عند المرأة بشكل عام وبشكل خاص بجبل كزوان، يعني إنه المرأة بحاجة للعمل. يعني صراحة كلياتنا نحن نساء ونعرف النواقص الموجودة عند المرأة واللوازم اللي مطلوبة للمرأة. فحبينا إنه نعقد هالاجتماع ونناقش معاكم بعض النقاط الأساسية، إنه نحن بدورنا كاقتصاد مرأة إيش قدرتنا نقدم لكم، سواء الدعم المادي، الدعم المعنوي، يعني من كل الجهات. فحبينا إنه يكون النقاش صراحة شوي موسع، يعني انتم النواقص اللي مثلا تشوفونها موجودة بجبل كزوان بلدة الغرة، الاحتياجات اللي تتطلب منكم كمرأة. أنا قد من هنا المحل طبعا هن بدنا نستأجر مني، بس انه نساهم ما نقدر، انه يعني ما عندنا قدرة نساهم بها بالنسبة للخبز هسه أنا جيت إنه مشان الخبز هن ما عاد، يعني أنا فكرت إنه إذا ما يسم بلشن بالخبز وأمل وضعهم وإحنا وضعنا، يعني ما عندنا إمكانية من جبل كزوان. يعني إنه نحن كمؤتمر ستار هدفنا الأولى بالدرجة الأولى هو دعم المرأة اقتصاديا، يعني البند الأساسي ضمن بنود مؤتمر ستار هو دعم المرأة اقتصاديا. فمن خلال عقدنا لهالاجتماع اليوم، عقدنا اجتماع يعني ما كان هالاجتماع موسع نوعا ما، ولكن كان في يعني مجموعة من النساء عم نحاول قدر الإمكان نحن وهالنساء نفعل جمعية خاصة بالمرأة، مع العلم إنه ضمن جبل كزوان كان لنا عدة مشاريع خاصة بالمرأة، كان لاقتصاد المرأة دور يعني كبير، دعمها ماديا معنويا، بس هالمشاريع يعني بالحقيقة فشلت. السبب الرئيسي يعني لفشل هالجمعيات هو كان يعني المادة، إنه هالنساء وضعهم المادي ما كان يسمح لهم. نحن بدورنا دعمناهم ماديا، ولكن هالمشاريع يعني فشلت، لأنه الأهالي بشكل عام هون وضعهم المادي تعبان، يعني مو قدرتهم، يعني خاصة المشاريع التابعة لاقتصاد المرأة من ناحية الأفران. يعني الأفران كان لها دور كبير، يعني صراحة كان لها دور، يعني الشعب بشكل عام ضمن جبل كزوان هو بحاجة لمادة الخبز، وبنفس الوقت يعني الأهالي مو قدرتها تشتري، يعني العوائل يعني كل عائلة عندها 10 أشخاص 15 شخص، يعني مو قدرتها بشكل يومي تشتري 40 أو 50 ألف لعوائلها. يعني هذا السبب الرئيسي لفشل هالمشاريع. كان في مشاريع زراعية كمان، المنطقة كان لها دور، يعني الجو كمان فشلت. يعني نحن كاقتصاد المرأة حبينا أنه ندعم جبل كزوان بشكل خاص، خاصة للمرأة، بس الحقيقة طبعا كان في فشل، ولكن نحن مستمرين بدعمهم. يعني هلا عم نحاول كمان لتأسيس لجمعيتين بجبل كزوان. النساء لها فائدة عدا الفائدة المادية، كسر الحاجز اللي هن يعني بحكم العادات والتقاليد. يعني خلال الاجتماع اللي عملناه لاحظنا يعني انه يعني ضمن هالجلسة يعني المرأة ما عم تقدر توصل يعني وجهها لأنه من الخجل اللي موجود عندهم. يعني هذا أكبر حاجز صراحة للمرأة. يعني إذا نحن بين بعض كمرأة ما عم نقدر يعني نوصل وجعنا لبعض. أكيد طبعا إذا نحن ما كسرنا هالحاجز الرجل ما رح يكسر. أصلا الرجل همه الأول والوحيد هو إنه المرأة تظل محافظة على عاداتها وتقاليدها، إنه هن شايفين العادات والتقاليد إنه المرأة بس ما تطلع برات البيت. من خلال هالاجتماعات اللي انعقدت وهالزيارات اللي عم تتكرر لجبل كزوان، يعني نحن عم نلاحظ إنه المرأة همها الأول والوحيد إنه تطلع برات البيت وتشتغل وتفيد حالها وعائلتها فقط. يعني ما لهم أي هم ثاني إلا إنه هالمرأة تساعد عائلتها، يكون إلها يعني يكون إلها قيمة ضمن هالعائلة. الرجل بشكل عام عم يحاول يحتكر التجارة لنفسه، وهمه الوحيد إنه يكون هو الشخص المتسلط الموجود، إثبات ذاته. مشان هيك ما عم يحاول يساعد المرأة، سواء كانت زوجته أو أمه أو أخته، بفتح مشروع خاص لإلها.
يعني وبشكل عام أنا حابة يعني أوصل صوتي لجميع النساء في العالم إنه نحن كنساء نقدر نتغلب على الظروف المعيشية اللي عم تلازمنا يوم. طبعا هذا كله يرجع لإرادتنا كمرأة لكسر الحاجز، خاصة حاجز العادات والتقاليد، خاصة ضمن مناطق جبل كزوان. الوجع اللي عم تشوف المرأة صدقا، يعني المرأة ضمن البيت، ضمن يعني سواء كانت عزبة أو متزوجة شلون من كان، يعني هالوجع موجود. يعني إذا نحن بدنا نستنى الرجل حتى الرجل يعطف علينا ويساعدنا مشان نساعد حالنا ونبني أساس، لأن اقتصاديا رح نضل مكاننا. إذا ما نحن اشتغلنا على حالنا الرجل ما رح يساعدنا بأي شيء. بالنسبة لمعاناتنا هنا ندور إنه نشتغل كمرأة، يعني إن نطلع على كيفنا، نفوت على كيفنا. إنه مثلا هسه أنا بحاجة شغل إني أطلع أشتغل، بس هنا بالنسبة لجريتنا هنا ما بيها مكان إنه واحد ما بي شغل تا واحد يطلع يشتغل. هسه مثلا نريد نروح على الخابور بسد نواحي تلتمر لغادي تان نشتغل أنا وبناتي. هنا ما بي اشغال الا مثلا تقدمون هالجمعيه هاي، اذا مثلا مشروع شي نفوت بيه، يعني احنا نكون ممنونين منكم اذا تقدمون لنا شي نشتغل بيه. وبالنسبه لداعش لو من كانوا هنا ما عاد نقدر نطلع على نلبس حجاب كامل، اذا نريد نروح نلقط حطب تان خبز بيه الا نلبس حجاب ونلبس برقع وهاي تان نطلع. لازم المرأة زاد انه لها قرار ولها رأي وكل شيء، اذا انه بشغل بالنسبة للبيت وكل شيء لازم لها رأي. يوم انها تعتمد على حالها، تكون واثقة من نفسها ومرة تكون يعني تعتمد على حالها. المرأة هي أنا بحاجة انه تعتمد على حالها وانه لها رأي.